بونسواري، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني يا حبايبي. معانا قصة جديدة، يلا نشوف القصة بتقول لنا ايه النهاردة. انا زوجة وام. خلعت الحجاب من فترة وزوجي ما اعترضش. اوكي. ما كانش بيتضايق لما بلبس ضيق لحد ما ربنا كرمني بعمرة ورجعت الى ربنا اكتر من الاول، وبقيت اقرأ قرآن. ورجعت للبس الحجاب تاني. تمام، كويس جدا. المشكلة بقى مش حاسة ان هو راجل يؤتمن. مش عارفة ازاي رضي يسيبني البس ضيق وانزل كده. حاسة انه عايز حاسة اني عايزة اخد ابني وابعد عنه. احساسي انه قل قوي في نظري. وهل انا كده اوفر؟ ماشي، هل انا كده اوفر في تفكيري؟ هو بصراحة انت كده اوفر في تفكيرك. يعني عايزة اقول لك الحل بقى معانا دلوقتي ان انت اوفر في تفكيرك. انت المفروض كبيره بما فيه الكفايه، وقادره ان انت تاخدي قراراتك، وقادره ان انت تعرفي انت قريبه من ربنا فين. والحته دي كمان بتبقى حته شخصيه قوي ما بين الانسان وربه، فما ينفعش حد تالت يتدخل فيها ويقول لك اعملي كذا وما تعمليش كذا. لو حد مثلا انت بتكلمي ابنك او بتكلمي بنتك، بتبداي تنصحيه، بتبداي تقولي له، بتبداي ممكن مرة بالترغيب، مرة بالترهيب، مرة بتخوفي، مرة بتقولي ربنا هيحبك لو عملت كذا. ولكن احنا ما ينفعش يعني الراجل يوجه زوجته على حاجة ما بينها وما بين ربنا. انتي قريبة من ربنا وعايزة تلبسي الحجاب دلوقتي، اوكي، وهو كان راضي بده وكان مبسوط بده. جيتي فترة من الفترات قلتي لا انا عايزة اقلع الحجاب، برضو هو تقبل ده عادي، ما خلكيش تعملي حاجة غصبا عنك. تمام. رجعتي انت تاني، حصل لك ان انت رحتي عمره وربنا كرمك بيها، ورجعتي قربتي من ربنا وقريتي قرآن، فبرضه دي حاجه كويسه. ولما رجعتي لبستي الحجاب تاني هو ما اعترضش، فهو كده والله عداه العيب وازح يعني. زي ما بيقولوا كده، الراجل عداه العيب وازح. لان هو يعني عايزه اقول لك ان هو يعني احنا بنتضايق من الراجل اللي بيخش في العلاقة دي مع ما بين الست وربنا، ويقول لها انا مأمور ان انا اقول لك لازم تصلي ولازم تلبسي ولازم تعملي ولازم تسوي. ما ينفعش يعني. اوكي، هو ممكن يحاسب عنها الحاجة دي، تمام، ولكن هو لما يدعوكي لهذا الموضوع، يدعوكي ليه بالحسن. تمام. هو ممكن بفراسته تدارك ان انت هترجعي لوحدك، يعني انت دي حاجة مثلا ممكن كده بتجري الستات في وسط يعني او البنات كده في وسط الوقت الكتير اللي بيعدي في حياتنا، ان هي بتبقى بتيجي في فترة بتفصل، يعني بتقول لا والله طب انا لابسة الحجاب ده كله، انا هستفيد بايه وانا هعمل ايه، ولا انا عايزة اقلع الحجاب فبيبقى فيه اللي هو الشطحات دي. تمام. ولكن فجأة بنرجع تاني عادي جدا وبنعود الى ادراجنا سالمين يعني. فهو سابك لما خدتي قرار لوحدك، روحتي وخدتي قرار لوحدك ورجعتي، وهو معاكي في كل قرار. فانا عايزاكي انتي احسن حاجه تعمليها ان انتي تناقشيه وتكلمي معاه وتقولي له انت وانت حاسس بايه لما انا عملت 1 2 3 4. وهو اكيد ممكن يكون كان متضايق لما كنتي بتلبسي الضيق وبتنزلي بيه وهو مش عارف يقول لك ايه، بس انت خلاص قدامه، انت قلع الحجاب وهو عايز يخليكي تخوضي التجربه وتعيدي وتعيشي اللي انت يعني اللي انت خدتي القرار بيه. تمام. ورسامك لغايه اما رجعتي لوحدك. فاحسن انت بلاش فعلا، انت كده اوفر شويه في تفكيرك. عايزاكي تتكلمي معاه وبلاش تبصي له البصه دي. هو خلاك انت تاخدي القرار وتروحي وتاخدي القرار وترجعي، ما حبش ان هو يجبرك تعملي حاجه. ممكن غيرك على فكره يكون بيجبر يعمل حاجات غصب عنه ونفسه في الفرصه دي اللي هو زوجك اداهالك، وخلاك انت رحتي لوحدك ورجعتي لوحدك من غير ما يكون هو اثر عليكي. وعايزاكم بقى اصحابنا وحبايبنا في الكومنتات تقولوا لنا انتوا برضو ايه رايكم. وما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا كل جديد. واشوفكم في حلقه جديده. اورفوار.